كن على يقين أن هناك شيء ينتظرك بعد الصبر ليبهرك وينسيك مرارة الأيام. ذاك وعد ربي وبشر الصابرين. دايما ربنا بيبتلينا بحاجات واحنا مش عارفين ايه الحكمة من الابتلاء ده، بس اكيد هيجي وقت وهيجي يوم ونعرف الحكمة من الابتلاء ده. وبشر الصابرين. صباحكم زي الفل، السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هبدأ معاكم اليوم النهاردة روتين خفيف كده، يعني حاجة كده سريعة من روتينات الشتاء. طبعا يعني خلاص احنا الجو بدأ يسقع، ف جو الشتاء كده واجواء الشتاء خلاص دخلت علينا. فبدأت اليوم معاكم كده. طبعا هعمل كوباية قهوة بحيث ان الواحد يفوق الصبح، بس طبعا انا بحب القهوة اعملها بحليب، ما بحبش اعملها بمية لانها بتكون يعني ما بحبهاش اللي هي بتكون بمية دي، يعني اللي هي بتتعمل بمية دي بتكون للرجالة. احنا كستات يعني ايه، نعملها بحليب كده حاجة على قدنا، لكن نشربها بمية بتكون تقيلة قوي. بس طبعا في ستات بتحبها تكون بالمية، بيحبوا البني يكون تقيل، كل واحد وذوقه. المهم انا يعني عن نفسي بحب اشرب القهوة بحليب، وزي ما انتوا شفتوا حطيت 200 معلقة سكر. بحبها تكون سكر زيادة. حطيت 3 معالق سكر، حطيتها كده على النار لحد لما استوت القهوة، استوت او غلت معايا. هشربها بقى. وطبعا قلت وانا بشربها كده ابدا ان انا ارتب البيت. طبعا كان فيه كده شوية هدوم منعكشين كده، لميتهم وحطيت دور غسيل. وبعدين قلت بقى لمع معاكم كده الاسطح بتاعه البار والنيش والسفرة، يعني كان عليهم شوية تراب كده. اصل البار ده محطوط قدام الباب الشقة على طول، فدايما بياخد التراب، يعني دايما بيتطرب على طول، لازم يوميا امشي عليه كده الفوطة. وكنت عاملة معاكم الفيديو اللي فات يعني خليط كده من شوية من المعطر على معطر اللي هو الخشب، وملمع الخشب. كنت عامله معاكم الفيديو اللي فات. طبعا بيخلي ريحة الاسطح حلوة قوي. انا بستخدم نوع اسمه للوا، اللي هو اشراقة، بيخلي الاسطح ريحتها جميلة وبيفضل طول اليوم الريحة دي ثابتة، فبحب استخدمه قوي. بمشي بيه كده على الرخامة، على الازاز، بيخلي دايما في لمعة كده وكمان في ريحة حلوة. كنت بستخدم الاول فريدة، نوع اسمه فريدة، بس لما لقيت له الوضع لقيت ريحته احسن وريحته بتثبت اكتر. وخصوصا النوع اللي هو اشراكة ده بجيب منه المعطر، وبجيب منه معطر الجو، وبجيب منه اللي هو اللي هو ملمع الاسطح. فبحب استخدمه قوي وبيخلي الريحة بتاعت الاسطح دي جميلة. فريدة برضو ريحته حلوة قوي، بس ما كنتش لاقياه. فالراجل اللي هو بتاع المنظفات ده قال لي طب استخدمي النوع ده وعلى ضمانتي، وانا كنت خايفه اجيبه بصراحه، بس لقيته يعني بيشكر فيه وكده فجبته. كانت الازازه منه ب30 جنيه. فجبته، بس بصراحه هجيبه على طول، ما كنتش جايبه فريده. جبت النوع ده ولقيته الحمد لله كويس وبيثبت بقى اكتر من فريده. طبعا في منه برضو اللي هو منظف الارضيات، برضو بيكون ريحته خطيرة. بحب انضف بيه، يعني بعد ما بمسح اروح بقى اطوق بيه كده. بعد ما المسيح احط يعني شوية مية وشوية من اللي هو المعطر اللي هو الودا، او اللي هو بتاع المنظف، يعني اللي هو ماركة لولوا، واروح ملمعه بيه كده في الاخر بعد لما بمسح. الشقه كلها بتفضل ريحتها حلوه قوي. المهم بقى بعد لما خلصت شرب القهوه وكمان نضفت كده الاسطح من التراب، كان عندي كده، كنت عامله بيتزا من كام يوم، وبعدين اتفضل عندي عجينه. يعني عملت على قد يعني على قد الصلصه وقد الشاورما اللي أنا كنت عاملاها. المهم اتفضل العجينه معايا، فروحت حطها في كيس كده، حطها في الفريزر. ما بيجرالهاش اي حاجه. يعني لو اتفضل عندك اي عجينه وانت بتعجني اي حاجه او بتعملي معجنات، طلعيها حطها في الفريزر، وبعدين طلعتها كده في طبق وغطيتها، وهسيبها لحد لما تفك من التلج براحتها خالص. على فكره هي متاخدش وقت وهي بتفك من التلج، بتفك على طول. وبعدين هنبدا بقى ان احنا نشتغل فيها، نعمل شويه فطاير كده برضو بتكون حلوه قوي. المهم سبتها كده على ان هي تفك.
لما هي تبدا ان هي تفك، قلت هعمل شويه الكريم كراميل. الكريم كراميل هو الجاهز. انا بحب الجاهز، ما بحبش ان اللي بيتعمل في البيت اللي هو بنعمله ببيض ودقيق ومش عارفه نعمل الكراميل في البيت. طب وليه وجع القلب؟ طب ما ممكن حاجه معموله جاهز بنجيبها، ومفيش اسهل من كده بصراحه يعني. ليه نتعب في نفسنا؟ هي طبعا اذواق، بس انا عن نفسي بحب اعمل الكريم الكراميل ده اللي هو الجاهز، اللي هو بنجيب الباكت اللي هو نشتريه مثلا من الهايبر، ويدوبك بس ان انا احطه في شويه حليب وخلاص. المهم ايه، قلت اعمل شويه كريم كراميل كده. جبت الكراميل حطيته كده في الكاسات، كل شويه كده في شويه من الكراميل. جهزتهم، وبعدين هبدأ بقى ان انا اجهز الكريم كراميل بقى، اللي هو بقولك الباكت بياخد 2 من الحليب، كوبايتين من الحليب. فطبعا انا عامله 2 باكت، فهحط 4 كوبايات من الحليب اللي هي الكوبايه بتاعه العصير دي. وهنزل كده بباكت الكريم كراميل. وهبدأ ان هفضل كده ان انا اقلب لمدة 3 دقايق لحد لما يعني يدوب خالص. طبعا انا ما محطش سكر، بس ممكن تحطوا معلقه كبيره من السكر، هي لو حابين ان هو يكون طعمه مسكر اكتر. بس انا ما حطيتش اي سكر خالص. فضلت كده ان انا اقلب لمده 3 دقايق على البارد، لسه ما حطيتوش على النار. وبعدين بعد لما يدوب معايا خالص هروح بقى احطاه على النار، وافضل اقلب فيه لحد لما يغلي. يعني اسيبه كده يغلي لمده دقيقتين، ويكون كده جاهز معايا، واصبه في الكاسات على الكراميل وخلاص، ويكون كده جاهز. احسن بقى لما انا افضل اجيب في بيض واضرب فيه واعمل كراميل في البيت ووجع قلب كتير كده. طب وليه يا جماعه؟ ما كل حاجه جاهزه بتبقى حلوه اهو. زي مثلا بيقولك ايه، تعالى نعمل اللانشون في البيت. طب نعمل اللانشون في البيت ليه؟ ما هو اللانشون بيتعمل في المصانع وهو زي الفل، هاتوا نوع ماركه كويسه هتلاقوا طعمه حلو قوي. تعالوا نعمل مثلا الجبنه الرومي في البيت. طب ونعمل جبنه رومي في البيت ليه؟ ما الحاجه موجوده في الهايبر يا جماعه، ليه وجع القلب؟ واحيانا هتطلع او بس بجد يعني خلينا متفقين ان طعم البيت ما بيكونش زي بتاع زي بتاع المحلات خالص. يعني بنعمل الحاجه في البيت، ايوه بتكون حلوه، بس ما بتكونش زي اللي بره. واحيانا بتبوظ، يعني بنكلف وفي الاخر بنبوظ او بتبوظ. طب طب وليه يعني؟ طب ما احنا نروح نشتري الحاجه جاهزه، اريح لنا ونوفر فلوسنا ونوفر مجهود وكل حاجه. المهم ان هي اراء واذواق، يعني كل واحد حر. المهم بعد ما الكراميل كده او الكريم كراميل غلي معايا، هحطته كده في الكاسات وهسيبه يبرد. وبعدين بعد لما يبرد هروح حطاه في التلاجة لحد لما يجمد معايا، وابدا ان انا اقدمه. بتقلبه كده، بقلب الكاس في طبق، ويكون الكراميل كده بينزل على الكريم كراميل، بيكون شكله تحفة. بالمناسبة انا ما بحبوش خالص، انا عندي مشكلة مع الحاجات اللي هي ملزلزة، يعني مهلبية، كريم كراميل، جيلي، اللحمه لو فيها مثلا حتت ملظلظه كده ما بحبهاش خالص. انا عندي مشكله مع اللظاليظ دي، ما بحبهاش. بعمله والف هنا للي ياكله، لكن عمري ما ادوق. وكذلك المهلبيه ما بحبهاش ابدا. فسبحان الله في ناس كتير كده، بس انا عندي هنا في البيت بيستغربوني ازاي يعني. يعني ايه يعني ايه اسكتي انت؟ يعني ايه ما بتحبيش الكريم كراميل والمهلبيه؟ يا جماعه انا ما بحبهاش، اي حاجه ملظلظه بتتعبني نفسيا، ما بحبهاش، ما بعرفش ابلعها. المهم هنا ايه بقى، الفطاير دي او العجينه كانت فكت معايا، فبدات كده ان انا اقطعها كور، وبعدين هعملها على شكل فينو كده، اكنها عيش فينو يعني. بس هحشيها، كان عندي شويه شاورما كده كانوا فايضين من لما كنت عامله البيتزا اخر مره، وحطيت عليهم شويه جبنه موتزاريلا. وبعدين هحشيهم كده في الفينو ده، والفه على شكل فينو، وبعدين احطه في الصينيه اسيبه يختمر شويه. وبعدين ادخله الفرن. ادخل يعني الفطاير دي الفرن تستوي، بس طبعا هسيبها تختمر شويه بقى عشان في الاخر تكون هشه كده وحلوه. المهم سيبتها تختمر لمده ربع ساعه، وطبعا غطيتها من الفوطه عشان ما ينشفش. ودخلته الفرن على درجه حراره 200، ولعت من تحت ومن فوق لحد لما اخدت اللون الذهبي ده من تحت ومن فوق، وكانت تحفة. بعدين بسيبها بقى تبرد برضو، واروح ملبساها كيس من بتاع التلاجة وعينها في الفريزر. وقت اللي يعوز يعني يكون جعان اي حد يروح مطلع مثلا فطيرة من دي ويحطها في الميكرويف لمدة دقيقتين وتستوي اكنها لسه معمولة. بحب انا اعمل الحاجات دي، بتفضل موجودة وتكون سريعة يعني.
المهم بقى كنا جينا اخر اليوم، قلت اعمل شويه اي حاجه مسليه كده، فعملت شويه فشار وعصير مانجا. وقلت كده ايه، نقفل اليوم بقى بشويه الفشار دول. طبعا بيكون في نكهات كده عند العطار حلوه قوي، بس نسيت اجيب النكهات بتاعه الفشار دي. فيعني عملت الفشار عادي، وبعدين رحت حاطه عليه شويه من الملح وخلاص يعني. مش حطيت اي حاجه تانية. انا بحب احط الملح في الاخر بعد لما الفشار يستوي، علشان يكون مملح كويس. انا احيانا بشوف ناس بتحط الملح مع الفشار مع الذره، بس بحس ان هو مش بيطعم خالص. لكن في الاخر كده لما بنرش شويه ملح وقلبهم كده، بيكون مملح اكتر. بنجيب بقى النكهات اللي من عند العطار دي، احيانا شطه وليمون او جبن او جبنه، بيدي برضو طعم حلو قوي. المهم بقى قلت طبعا كنت خلاص كده في اخر اليوم، فما بحبش اسيب اي مواعين خالص في الحوض. فقلت بقى اشطب المطبخ وما يكونش فيه اي مواعين في الحوض. فشطبت المطبخ كده وكان كله تمام، والمطبخ بقى زي الفل. بحب انا انام واحس يعني ان الحوض ما فيهوش حتى كوبايه مش نظيفه. بحس ان انا كده ايه، مرتاحه نفسيا. لكن لما احس ان في مواعين في المطبخ او في الحوض، بحس ان البيت كله مش نظيف. فلازم كده انام وتكون الحوض نظيف وزي الفل. غسلت المواعين وغسلت الحوض كمان، وهولع بقى بخور كده في الاخر في المطبخ، عشان طبعا المطبخ يفضل ريحته حلوة. ويكون كده خلصنا اليوم كله بتاعنا النهاردة، والروتين يكون خلص. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. اتمنى تحطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو مش مشتركين فيها. فعلوا زر التنبيهات لو عايزين تشوفوا فيديوهات ليا. واشوفكم فيديو جديد، مع الف سلامة.